السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة وافضل حال. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة طبعا المولد النبوي الشريف. نعاد عليكم من الايام كده بخير يا رب كلكم. حبايب قلبي الغاليين، ان شاء الله النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده فيديو جميل جدا. نعمل حلاوة المولد. معانا هنا نص كيلو من الحمص، ويا ريت يبقى كده معبأ ونضيف. ومعايا ده كان جاي من مقلة سخن وجميل جدا. ده كان بقشره، طبعا انا قشرته وفصلت كده كل واحدة بالمنظر ده. بصوا طعمه جميل جدا، كمان مش عايز يتحمص بس انا هديله تحميصة كده قبل ما نشتغل. هنقول بقى المقادير بتاعنا لكل نص كيلو قولوا معايا الحمص او الفول السوداني، المكسرات يعني، او اي مكسرات عموما انت عايزاها. ليها مج وربع من السكر، المج ده تمام. كيس فانيليا، معانا ذرة ملح كده عشان تعادل العملية اللي احنا هنعملها دي، والسكر اللي هنحطه. وهنحط معلقتين يا عسل ابيض يا سكر جلوكوز. ما عندكيش عسل ابيض استعملي سكر جلوكوز، انا هستعمل سكر جلوكوز مش هستعمل عسل. لو عندك عسل وما عندكيش سكر جلوكوز استعملي العسل. يلا بقى بينا على النار. هناخد طبعا الحمص الفول السوداني الاول كده تحميصه، ونرجع مع بعض تاني. اهو حبايبي ولعت النار تمام، وهبدا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالسوداني كده، او الفول السوداني او زي ما بتسموه بقى، وهبدا اخده تحميصه كده بالمنظر الجميل ده. انا مهديه النار، شايفين مهديه النار عليه مش عاليه. اخده تحميصه وارجع معاكم تاني. طبعا تقدري تجيبي الفول السوداني ابيض وتحمصيه انت كده تحميصه حلوه، ممكن في فرن البوتاجاز، ممكن من فوق زي ما انا بعمل كده. هو على فكره متحمص بس انا بزود عليه كده ايه عشان يبقى الطعم احلى وطعمه جميل يعني. حبايب قلبي خلاص كده اتحمص، هبدا بقى انزل بيه كده. بسم الله. تمام. هنضف بقى البتاع دي من اي بتاع ونرجع. اهو ضفت كده مج من السكر، وهضيف الربع التاني اهو في النص كده زي ما انتم شايفين. وهبدأ اجيب المية اهي. بصوا يعني اكتر من ربع بشوية، ربع المج. احطه بقى بالطريقة دي ثواني. طبعا انا مش حاطاه على النار اهو. ارشه كده ايه حوالين داير كده اهو. بصوا الطريقة دي كده، يا رب تكونوا شايفيني اهو. وهبدأ ارفع ده كده على نار هادية تمام. مش هقلب ولا يجي جنبه خالص، هو السكر هيسيح كده مع بعضه ونرجع نشوفه ان شاء الله لما يتكرر. اهو بصوا السكر بيسيح، انا ما باجيش جنبه خالص ولا اقلبه لحد ما الاقي كده الحروف هتلون معايا ابدا اقلب. انا ما بقلبش خالص زي ما انتم شايفين كده. طبعا عندك صاج هتعملي فيه، هتجيبي كده كيس تلاجة نضيف وتقطعيه. طبعا انا عندي صاجات بس بصراحة بره في البلكونة، فحطيت كده في صينية. بعملها ببلها مية كده واصفي المية منها عشان اثبت بس الكيس. وببدأ ادهن زيت كده الكيس كله اللي انا هشتغل بيه، ومعايا كيس تاني برضو قطعته. حبايبي اهي اول ما غلت حطيت طبعا معلقتين السكر الجلوكوز وذرة الملح تمام. لازم تبقى بسكر جلوكوز او ممكن عسل ابيض، بس يعني هي بسكر الجلوكوز بتبقى تمام. اهي عملت لها التست كده في الميه، لازم تكون ايه بتتكسر في الميه تمام. ابدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السرعه مطلوبه. اطفي النار في الوقت ده، اقلبها بقى وانزلها وارجع. اهي قلبتها بقى وقطعتها كده من فوق الكيس. بصوا هي بتنشف بسرعه، انا هسيبها مغطيه كده لحد ما تنشف في الاخر نوريها لكم. يا حبايبي الغاليين بجد طلعت تحفه، عيالي مش صابرين كلوا نصها. بصوا
شايفين اللمعة اللي فيها دي؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا تتكسر بكل سهولة، بجد تحفة، جربوها مش هتندموا. بصوا السمك بتاعها ما شاء الله حلوة جدا. رصها بقى في العلبة والرهن. طيب قلبي حطيناها كده في علبة من دول. حطيت طبعا كيس قطعته، حطيت نصه كده تحت ونصه فوق، عملناه كده بالجمال ده. رأيكم؟ قطعيها بقى التقطيع اللي انت حباه واللي انت عايزاه. بجد طلع شكلها جميل، طعمها اجمل. يلا بحبكم في الله، متنسوش بقى لايك وشير لأم أمنية.